عاد إليكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. اليوم عندنا أخبار جديدة متنوعة مع المختصر المفيد كما ديما، وكالعادة بلا ما نطول عليكم ويلا نبداو على بركة الله. والبداية كنحب تكون مع سفيان أمرابط والأخبار الجديدة اللي كانت خرجت عليه. فحسب موقع فوت ميركاتو قالوا بلي نادي أتلتيكو مدريد باقي مهتم بالمغربي سفيان، بحكم أنهم خاصهم لاعب ارتكاز يتماشى ويتناسب مع خطط المدرب دياغو سيميوني. ولا درنا تحليل غير بسيط غادي نلقاو بلي أمرابط ظاهريا غيكون مناسب لأسلوب لعب الأتليتيكو، بحكم أن سيميوني كما عارفين كيعتمد بالدرجة الأولى أو كيزرع في اللاعبين ديالو ديك الروح القتاليه والاندفاع البدني، واسلوبه يميل اكثر للدفاع. وهاد العوامل او الصفات كنلقاوها كلها في المغربي سفيان امرابط، اللي هذا الاخير ايضا يجيد اللاعب القتالي ورجولي. وحتى المدرب دياغو سيميوني كيحب لك اللاعبين اللي مثل نوعيه المغربي سفيان، يعني هناك نقطه مشتركه بيناتهم واضحه جدا. وبين قوسين في الموسم الماضي راه سيميوني فعلا تواصل معاه مباشره باش يقنعوا ينتقل لاتلتيكو مدريد، الا ان النادي الاسباني ما قدرش يلبي الطلبات الماليه للنادي الفيولا. بالمختصر المفيد وكما ذكرنا في عده مرات ان رغبه سفيان هي العوده لمانشستر يونايتد، وحتى المدرب إريك تن هاغ راه باقي مصر عليه بزاف. الا ان المشكله اللي كاينه دابا وهي اداره المان يونايتد مازال ما خداوش قرار نهائي واش غادي يرجعوا او سيصرفون النظر. يعني كنعاودوا نعيشوا نفس المسلسل اللي عشناه بالملي في الانتقال الصيفي الماضي، غير هو كمغاربه كنتمناو امرابط ما يكونش كيسين على الخاوي. المهم راه هو اكيد عارف شنو كيدير وكنتمناو له كل التوفيق ان شاء الله. ودابا ندوز لعند هولاندي ديليخت اللي كان خرج بواحد التصريح جميل جدا على نصير مصراوي، واللي مبدئيا بعدا كاملين عارفين باللي هو صديق مقارب لنصير، بحكم انه لعب معاه في الاياكس امستردام البايرن ثم الان في المان يونايتد. وعلى هذا البلان خرج بواحد التصريح وقال لك انا ومزراوي نجتمع دائما في نفس الفريق، انه امر مضحك جدا، بمعنى شي حاجه غير طبيعيه، كوميديا استثنائيه ما كتوقعش ديما بدون تخطيط مع صديقين مقربين. داكشي ما كاتب كيجي مع القدر فقط. وما نساوش طبعا الوكيل الاعمال ديالهم راه هي هذه اللي كتبان لكم حاليا، بمعنى عندهم وكيل مشترك. المهم اللاعب ديليخت قال كلام جميل جدا في حق الجميل نصير مصراوي، ولا بد قلت نقرا عليكم التصريح ديالو واللي قال فيه بالحرف: النصير انه شخص ولاعب مذهل اعرفه منذ فتره طويله جدا، اعتقد منذ 10 سنوات، فنحن دائما نجتمع معا ولا اعرف السبب. انه امر مضحك ولقد تحدثنا عن ذلك في الاسبوع الماضي. لعبنا من قبل في اياكس ثم في بايرن ميونخ، والان ها نحن ذا في مانشستر يونايتد. اعتقد ان علاقتنا خاصه جدا، وانا سعيد حقا لانه سيكون هنا ايضا، واظن اننا نستطيع مساعده بعضنا البعض كثيرا. وهذا الشيء اللي كان قالوا ديليخت في حق المغربي نصير مصراوي. ما علينا كنتمناو لهم كل التوفيق ان شاء الله. ايضا عندنا الحسين الشحات اللي اكيد كاملين عارفين الواقعه ديالو بالتفصيل مع المغربي محمد الشيبي. المهم الشحات كان خرج بواحد التصريح جديد على هذا البلان واللي غادي نقرا عليكم بالحرف: نادم على ما قمت به تجاه الشيبي ولومت نفسي كثيرا على هذا التصرف، واعتذرت له ولاهله اكثر من مره، واتمنى ان يسامحنا الله على تصرفي، فهو امر غير معتاد مني ولا يتعلق نهائيا بشخصيتي. وبين قوسين ما عرفتش بعدا انا علاش بنا الحسين الشحات ان ذاك الاعتداء اللي قام به ضد المغربي الشيبي ما كيستاهلش يوصل للمحاكم، لانه كما سمعنا قال لك لم اتوقع ان تصل مشكلتنا معا الى المحاكم، راه غير السب والقذف اي الاعتداء اللفظي كيؤدي الى السجن، فما بالك يا الشحات بالاعتداء الجسدي اللي بالي انا واقيلا حق اصحاب اللي كيلعب في الاهلي صافر عنده حصانه وكل شيء مباح. ايضا الشحات زاد وقال في مباراه الدوري الاخيره ضد بيراميدز: الشيبي تدخل بشكل مؤذي جدا ضدي وقلت له ليس بسبب مشكله معي تريد ان تنهي مسيرتي الكرويه. ولاشاره هذه اللقطه فايت هضرنا عليه وحللناه وقلنا بانه راه كان بغى يرد الصرف ديالو، او بمعنى اصح كان باغي ياخذ حقه بيديه، لانه امانه ما خداش حقه بالقانون او الاهلي تم بهذا المعنى فعلا فوق الجميع. لهذا الشيبي كما كنقول بالعاميه دار شرع يديه، وغير باش يعرف الشحات بان المغربي راه ما حكموش مزيان، راه كان ناوي يطير ليه ديك الشوفيه ويصيفطو بالشهر. المهم الشحات ختم وقال: رضا سليم زميلي بالفريق ضمن مجموعه كبيره من الشخصيات التي سعت للصلح بيني وبين الشيبي، لكن للاسف مساعي الصلح فشلت. وسبحان الله هذا الشحات فريد من نوعه، فبعد داكشي كامل اللي داروا في الشيبي ومن غير الاعتداء راه كنسب ليه حتى الوالده ديالو الله يخليها ليه، ولكن طبعا غادي يكون نفسيا تقصح بزاف. واخا هكاك مازال الشحات طامع في الصلح وكانه كيسحب ليه غير عفط ليه على رجليه. وبين قوسين مقدم البرنامج كان عطاه 3 اسماء اللي كيلعبوا كاطيره في الدوري المصري، من بينهم المغربي، وقال لي شكون افضل ظهير هذا الموسم، وبالغير المتوقع الشحات اختار لك محمد الشيبي كافضل ظهير. كاين اللي غادي يقول هذا راه غير صباغه منه باش يتصالح معاه ماشي حبا فيه طبعا، بل خايف لا ياخذ عقوبه او حكم على الفعل اللي كان دارو. وحتى انا كيسلم عندي نفس الفكره تماما، ولكن في اخر كلام الشحات اقسم بالله لعده مرات بان الشيبي فعلا افضل ظهير. المهم هادشي اللي كنقول لكم دابا راه باقي غادي تسمعوه بعد قليل بالصوت والصوره. ايضا وانا كنتفرج في اللقاء ديالو حسيت باللي باغي يصلح العلاقه ديالو مع الجماهير المغربيه، لانه عارف ومتاكد ان الجمهور المغربي بعد واقعه الشيبي قولا واحدا اصبح مكروه بزاف، اللي دابا غيدخلنا بديك القضيه ديال الجمهور المغربي، الجمهور ديال كره القدم ديال بصح بحال رجاء الوداد بركان الى اخره. هادو هما اسماء النوادي بالتحديد اللي كنذكر. وباش نكون معكم صادق كالعاده، ورغم انني عندي موقف كبير بزاف ضد الشحات، الا انني لمس فيه الصدق في هذه النقطه وكيهضر من نيته على ان الجمهور المغربي افضل جمهور وكيعشقوا كره القدم بزاف. وطبعا حنا كمغاربه ما كنسينوش شي واحد يقول لنا هذا الكلام، ورغم صدقه في الكلام هذا ما كيعنيش انه كذلك بغى يصلح العلاقه بينه وبين الجماهير المغربيه.